مصر مش هتتغير. اوعى تبقى لسه مصدق ان احنا بدأنا عهد جديد وعمرنا ما هنرجع لورا. كل حاجة حوالينا بتقول ان دي هوجة زي اي هوجة، وفي الاخر هننزل على مفيش. بلاش تقنع نفسك ان بقى في مصر جديد قام بثورة العالم كله اتكلم عنها ويقدر يعمل اي حاجة. اقولك بقى في ايه دلوقتي؟ في بلد حالها واقف بقاله شهرين وعجلة الانتاج عطلانة. واوعى تقولي إن إحنا في أقل من 10 سنين نقدر نخلي بلدنا من أكتر الدول المتقدمة في العالم زي بلاد تانية كتير. أنا مقتنعة، وفي ناس كتير مقتنعين زيي، إن ولا 30 سنة عشان البلد دي تقوم وتعمل اللي بتحلموا بيه ده. ركز أنت في الكلام المهم، وسيبك من اللي يقعد يقولك إحنا بنبني حرية وديمقراطية ودي حاجات تستاهل إننا نتعب عشانها. بذمتك ده يجي إيه قدام إن إحنا عايشين في مرحلة عدم استقرار ومش عارفين حالنا رايح على فين، وإنت كل اللي شغلك في الموضوع إن مصر بتتغير. مصر بتتغير، وإنت كل اللي شغلك في الموضوع إن إحنا عايشين في مرحلة عدم استقرار ومش عارفين حالنا رايح على فين. بذمتك ده يجي إيه قدام إن إحنا بنبني حرية وديمقراطية دي حاجات تستاهل إننا نتعب عشانها. ركز انت في الكلام المهم، وسيبك من اللي يقعد يقولك ولا 30 سنة عشان البلد دي تقوم وتعمل اللي بتحلموا بيه ده. أنا مقتنعة، وفي ناس كتير مقتنعين زيي، إن إحنا في أقل من 10 سنين نقدر نخلي بلدنا من أكتر الدول المتقدمة في العالم زي بلاد تانية كتير. واوعى تقولي إن في بلد حالها واقف بقاله شهرين وعجلة الإنتاج عطلانة. أقولك بقى في إيه دلوقتي؟ بقى في مصر جديد قام بثورة العالم كله اتكلم عنها ويقدر يعمل أي حاجة. بلاش تقنع نفسك إن دي هوجة زي أي هوجة وفي الآخر هننزل على مفيش. كل حاجة حوالينا بتقول إن إحنا بدأنا عهد جديد وعمرنا ما هنرجع لورا. اوعى تبقى لسه مصدق إن مصر مش هتتغير، عشان مصر خلاص اتغيرت. هي نفس البلد ونفس الأحداث، انت عايز تشوفها ازاي؟